بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. نبتدي النهاردة بالحراك اللي موجود على النادي الأهلي من قبل الناس الزملكاوية ومن قبل يعني بالأخص يعني أنا مش عاوز أقول اسمه صراحة، يعني إني خسارة فيه صراحة إن أنا أقول اسمه أو أي حد يقول اسمه الهجاص. هو لغاية امتى هو هيقعد يتكلم على الاهلي ومفيش حد بيتصدر له؟ لغاية امتى هو كان بيتكلم على كهربا وبعدين خلص كهربا وفقدوا الامل في كهربا وبيتكلموا على امام عاشور؟ لغاية امتى ده مفيش حد هيقدر يقف في وشه؟ مدرب مش عاجبه وهو بيقول لك نفسه هجاص يعني، ولسه شاتم يعني. لسه المدربين يعني انا مش عارف يعني انت ايه الزميل اللي هو يقعد يشتمك وانت ساكت ما بتاخدش من قصاده اي اجراء؟ يعني هو كون انه يقول ان هو هجاص والمدربين بعد ايه عدهم هو حسن شحاتة وايهاب جلال وحسام حسن، وبعدين الباقي كله هجاص، كل المدربين اللي هجاص، وهو بيقول لك هو اول الهجاصين. يعني بينزلوا لعيبه كده وبيقول لك ما بيبقوش شايفين الملعب ولا عارفين ايه ولا، يعني احنا ما عندناش مدربين في مصر، ده هو كده. يعني ما فيش مدربين محترمين في مصر، هو كده. اما يقول لك السنه اللي جايه بقى نودي الحكام المصريين عشان يفوز الاهلي ببطوله كاس العالم، يفوز بالبطوله حكام مصريين. يعني هو كده شتم في الحكام المصريين وفي اتحاد الكوره. لغايه امتى يعني هو هيقعد يشتم ويعمل الكلام ده ويعمل قله الادب دي وما فيش حد بيتصدر له؟ بس هتقول لي مين يعني؟ ما هي الدنيا كلها بزراميط في اتحاد الكوره، ما فيش حد واقف لحد. يعني لسه سيد معوض مبهدل حازم امام. يعني مش عاوزين نقول اللي قاله سيد معوض نقوله تاني، ان ده منافق وده مش كويس وده 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 وده. لا، احنا كل شويه هنطلع، احنا بدل ما بنتكلم في الكوره وبنقول شوف مستوى اللعيب ده عامل ايه واللاعب الكويس عامل ايه وده الوحش عامل ايه، لا، مش هنقعد نتكلم احنا في حازم امام. حازم امام هو احنا عرفنا خلاص اتحاد الكوره كده فاشل، هو كله فاشل بدليل اختيارات المنتخب دي. لا، هو الراجل مش فاهم حاجه، الراجل ما بيروحش يتفرج على كل المطوشه، واللي بدليل المخرج كان جابه. المخرجين بيبقوا في المطوشه بيبقى ليهم لقطات كده، هو بيجيب لك ده حضر الماتش ده حضر الماتش ده. المخرج ما بيجيبوش، مش في كل المطوشه بيجيبه، وهو ما بيروحش يتفرج غير على مطوشه الاهلي والزمالك بس. طب والمطوشه الثانيه؟ ده انت عندك ما يقرب من 9 مباريات كل اسبوع، ما بتروحش غير الاهلي والزمالك بس، والاهلي ما بيلعبش بقاله شهرين، والزمالك طبعا ما بيلعبش. انا مش عارف الزمالك ما بيلعبش ليه صراحه. هو اخر ماتش لعبه كان يوم 20، من يوم 20 لغايه النهارده ما بيلعبش ليه الزمالك؟ هو عنده ايه الزمالك؟ ولا سوبر مشترك ولا كاس عالم مشترك؟ طب الزمالك ما بيلعبش ليه؟ حازم امام وعامر حسين مظبطين الدنيا للزمالك. الواحد كان بيحبك يا حازم امام، انت كل يوم والتاني بتثبت ان الواحد خلاص انت ما تستحقش ان الواحد يحبك ولا يحترمك. زي ما سيد معوض كان طالع يقول بيتكلم عليك وعلى بركات، يعني ما كانش الواحد برضك فاهم بركات بالمنظر ده. انما انتوا واضح ان دنيا تانية، اتحاد الكوره والمجال الكروي دنيا تانية. يعني اما يطلع الصحفي يقول لسيد معوض ده انت واخد طن حبوب شجاعه، لا يبقى الموضوع كبير قوي.
واحنا بنداري علينا، وفي حاجات بتخلص من تحت لتحت. يعني يقول منكم لله، يعني منكم لله. اما تبقى الدنيا بتدار بنفس الاسلوب كده، يعني الواحد هيقول ايه؟ واما يبقى رضا عبد العالي يبقى واكل وشارب في النادي الاهلي ونايم في النادي الاهلي، ويطلع يقول عليه كده كل الكلام ده ما يستاهلش ان الواحد اما يشوفه يسلم عليه خالص، اكنه غريب. وجي ختمها الباشا فيتوريا بتشكيل المنتخب. يعني ياسر ابراهيم ده انت ما عندكش حد زيه في الدوري المصري. الله، محمد الشناوي متعور، واحمد الشناوي متعور. خدت مين معايا؟ خدت ابو جبل ومحمد مين؟ محمد صبحي. محمد صبحي ده بقاله شهرين ما بيلعبش. المفروض انت تاخد لاعب جاهز، حارس مرمى جاهز، انت تختار. انا مش هقول لك اسم معين، ليه حق. اما جنش يقول لك اصل انا من الهند، انا مش مصري، ليه حق اما هو يقول كده، وحقه الناس تحاسبه ازاي. ليه حق ان هو يقول كده. هو من الهند صح، احنا هنود، احنا مش مصريين. كل واحد جاي يقول لك، ويقول لك المدرب بيختار هو حسب رؤيته. لا، في حاجات مش حسب رؤيته. اما يختار بالمنظر ده مش حسب رؤيته. اما يبقى ياسر ابراهيم احسن مدافع هو وعبد المنعم ومش موجودين في المنتخب، يبقى لا. اما تبقى واخد محقق جبر بتاع بيراميدز وسامي بتاع بيراميدز، ده الاتنين يعني اللهم صل على النبي، يعني مظبطين بيراميدز، يعني بيدخل فيهم اجوان من الهوا. ويقول لك اصل احمد سامي اصل زي الساعه السويسري. سويسري مين يا عم انت؟ احنا ما عندناش الكلام ده. واحمد حجازي لسه راجع من رباط صليبي، ولسه الاهلي هفوا 3-0 3-1. يعني الدفاع بتاعهم ما كانش حلو قوي في ماتش الاتحاد، وبعد ما الاهلي غلبهم بماتشين وما دخلوا الدوري السعودي مغلوب مهفوف ماتشين، وكل ماتش كان بياخد فيه 2 و3. يعني دفاع الاتحاد مفتوح. يعني احمد حجازي لسه عيان، لسه مش واقف على رجله. واخد مين؟ واخد اسامه جلال. ايه دوت يعني احنا نتكلم فيه ده ازاي؟ يعني هنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اتحاد الكوره والناس القائمين على الكوره والمتصلين باتحاد الكوره، حسبي الله ونعم الوكيل. ونقول كفايه كده، لان الواحد صراحه عاوز يتكلم ونفسه مسدوده ان هو يتكلم في كل البلاوي ديت اللي هي بتتقال ديت. واللي سيد معوض طلع وقالوا دي كانت كارثه وصدمه، لان الواحد يشوف كده ان هم لعيبه كانت بتلعب مع بعض ويطلع يقول الكلام دوت. يقول لك حازم امام يقول لك اصل مش كل اللعيبه هتدرب. محدش قال لك كل اللعيبه، ما انت ما تاخدش لاعب هفق وتسيب واحد زي سيد معوض. الله، مش لازم انت يبقى عندك سنس، مش لازم انت يبقى عندك مفهوميه، مش لازم انت يبقى عندك احساس بالمسؤوليه ان انت تجيب احسن حاجه للبلد. انت مش بتجيب واحد صاحبك بترضيه، انت تجيب احسن حاجه، لان ده منتخب البلد. ولو ما كنتش تعرف تعمل الكلام ده وتسيب منصبك، انا قلت لك قبل كده سيب منصبك. يعني انا مش عارف انا هنقول ايه. يعني هنقول في الاخر، يعني انا برضك انا مش عارف ان انا اتكلم. انا مخنوق، الواحد مخنوق ومش عاوز يتكلم، مش عاوز يقول كلمه الواحد يتحاسب عليها. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.